الله تعالى وبركاته. طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، إن شاء الله هنبتدي مع بعض الترم الثاني. كل سنة وحضراتكم طيبين. في مادة الدراسات الاجتماعية الوحدة الأولى كلها بتتكلم عن السكان في الوطن العربي وإيه يا ترى الأنشطة الاقتصادية اللي بيشتغلوا بيها. الدرس الأولاني هيتكلم عن السكان في وطننا العربي. بتتكلم عنها يا شباب في الدرس، هي بتتكلم عن النمو السكاني في الوطن العربي. معنى كلمة نمو عندي معناها الزيادة، فتعالوا كده نشوف مع بعض السكان زادوا قد ايه في الوطن العربي كله. وطالما قلنا مع بعض الوطن العربي فاحنا بنتكلم على ال 22 دولة اللي هم في جزء منهم بينقسم في قارة آسيا والجزء التاني بينقسم في قارة أفريقيا. أول معلومة بيبتدي بيها الدرس بيقول لي تضاعف عدد سكان الوطن العربي في الفترة ما بين 1900 ميلاديا لحد عام 2024 ميلاديا، حوالي كده زدنا حوالي 9 مرات. طب ده وفق إحصائية مين أو مين اللي قام بعد السكان؟ مجموعة اسمها مجموعة البنك الدولي. وزي ما هو ظاهر قدامنا كده في الرسم البياني، ده عدد السكان بالمليون. يعني مثلا بص كده على 1900 ميلاديا كنا عدد سكان الوطن العربي كام؟ كنا 56 مليون نسمة. لحد ما جينا ل 2024 بقينا حوالي 492.5 يعني 500 ألف مليون نسمة، وده عدد كبير جدا. فبالتالي الرسم البياني ده بيوضح لي عدد السكان بالمليون. ومعنى كلمة نسمة يا شباب يعني فرد. يعني لما أقول لك سنة 1900 كان عدد سكاننا كام نسمة؟ نسمة هنا معناها فرد، كنا 56 مليون نسمة. طب في 2024 بقينا 492.5 مليون نسمة. عليها في الدرس هي أسباب النمو السكاني في الوطن العربي. إيه اللي يخلي عدد السكان في الوطن العربي يزيد؟ أول حاجة بيخلي عدد السكان تزيد هي ارتفاع معدل المواليد. المواليد اللي هم الأطفال الصغيرين اللي لسه مولودين، فاحنا عندنا عدد المواليد في الوطن العربي كبير جدا. تاني حاجة تخلي النمو السكاني يزيد هي انخفاض معدل الوفيات، ان الناس اللي بتتوفى عددهم قليل بالنسبة لعدد المواليد اللي بتحصل في الوطن العربي. طب السؤال هنا ممكن يجيلي بسيط جدا، بما تفسر انخفاض معدل الوفيات؟ يعني هو احنا ليه عندنا في الوطن العربي عدد الوفيات قليلة؟ قلت له عندي اكتر من سبب. السبب الاولاني اللي يخلي عندنا انخفاض الوفيات او قلة عدد الوفيات هو تحسن مستوى المعيشة. طب تعالى كده نجيبها بطريقة بسيطة. يعني ايه كلمة تحسن مستوى المعيشة؟ معنى كلمة تحسن مستوى المعيشة ان المستوى الفرد او مستوى الأسرة ارتفع. ممكن يكون مثلا المرتب ارتفع بتاع الوالد بتاعي او بتاع بابايا، فبالتالي يقدر يوديني لدكاترة ويقدر يوديني لا قدر الله لو جالي مرض بسيط اقدر اروح لدكتور واثنين وثلاثة، فبالتالي عدد الوفيات بتاعي بيقل. تاني حاجة بتخلي انخفاض معدل الوفيات هو ارتفاع جودة الخدمة الصحية، ان المستشفيات بتكون احسن، الدكاترة اللي فيها بيكونوا اكتر متوفرين، وقت ما اروح لهم الاقيهم. دول سببين يخلوا انخفاض معدل الوفيات في الوطن العربي، وده سبب من اسباب النمو السكاني. طب يا ترى ايه تالت سبب يخلي النمو السكاني يحصل عندي في الوطن العربي؟ هو الهجرة الوافدة. يعني ايه كلمة هجرة وافدة؟ يعني الهجرة الآتية، يعني الناس بتهاجر بتسيب بلدها وبيجوا عندنا في الوطن العربي. خاصة الناس بتهاجر إلى دول الخليج. زي مثلا ايه دول الخليج؟ زي السعودية، قطر، البحرين، الإمارات، عمان، هي دي دول الخليج العربي. إن الناس بيجي لها. طب السؤال ليه بما تفسر تأتي الهجرة الوافدة خاصة إلى دول الخليج؟ أقول له بهدف البحث عن فرص عمل، عندهم شغل كتير جدا ممكن الواحد يروح يشتغل فيه. يبقى أنا كده يا شباب من السلايد دي استخلصت 3 حاجات. بما تفسر أسباب النمو السكاني في الوطن العربي عندي 3 إجابات: ارتفاع معدل المواليد، انخفاض معدل الوفيات، والهجرة الوافدة. طب احنا يا شباب في السلايد اللي قبليها كنا بنقول ارتفاع المواليد وانخفاض الوفيات، بس ما فهمناش يعني ايه كلمة مواليد ويعني ايه كلمة وفيات. ممكن تجيلي على هيئة مصطلح يقول لي مثلا ايه المقصود بمعدل المواليد؟ اقول له
معدل المواليد هو نسبة المواليد إلى إجمالي عدد السكان في فترة معينة. يعني إيه كلمة فترة معينة؟ يعني أنا مثلا بقيس سنة 2025 سنة 2024 في السنتين دول بس عدد المواليد اللي جم، الأطفال اللي جم نسبتهم قد ايه بالنسبه لعدد السكان في الفتره ديت اللي هي مثلا 24 و 25. يبقى معنى كلمه فتره معينه احنا بنختار سنه معينه او عدد سنين معينه بشوف فيها المواليد اللي جم قد ايه. طب بالنسبه لمعدل الوفيات نفس الحوار، هو نسبه الوفيات الى اجمالي عدد السكان برضو في فتره معينه. يبقى لو جه قال لك ما المقصود بمعدل المواليد هتقول له نسبه مواليد لاجمالي عدد سكان في فتره معينه. طب معدل الوفيات ايه المقصود بيه؟ نسبه الوفيات الى اجمالي عدد السكان في فتره معينه. طيب ايه النتيجة اللي حصلت بقى لما في نمو سكاني سريع؟ انا ملاحظ ان احنا قلنا في اول سلايد ان احنا زدنا 9 مرات من 1900 لحد 2024. طب ايه النتيجة لما عدد سكاننا زاد ونمو سكاني سريع؟ حصل 3 حاجات يا شباب، منها زيادة الضغط على الموارد، بدأنا نطلب موارد أكتر، عايزين مية عذبة أكتر، عايزين زراعة أكتر، عايزين محاصيل أكتر، عايزين أدوية أكتر، فزيادة الضغط على الموارد. 2 نقص الغذاء، مهما زرعنا تقريبا مش مكفيين لأن عدد سكاننا كتير جدا. 3 زيادة الضغط على الخدمات. يبقى نتيجة النمو السكاني السريع نتج عنه 3 حاجات، زيادة الضغط ونقص. يبقى نحفظها كده مع بعض، زيادة الضغط ونقص، زيادة الضغط على الموارد، زيادة الضغط على الخدمات، ونقص الغذاء. ثانيا هنتكلم عن توزيع السكان في الوطن العربي. معنى هنا كلمة توزيع يعني هتلاقي في أماكن مزدحمة جدا وفي أماكن متوسطة السكان وفي مناطق نادرة السكان وكل حاجة ليها سبب. طيب فأول معلومة بيبتدي بيها بيقولي يختلف توزيع السكان من مكان لآخر. طبعا المعلومة دي عندي صحيحة، أكيد مش كل السكان في كل الدول نفس العدد، لا بالعكس يختلف توزيع السكان من مكان لآخر. طب تعالى ندلل على كده أو نثبت، حيث يوجد مناطق مزدحمة وأخرى مناطق شبه خالية. خالية يعني فاضية مفيهاش سكان كتير. طيب تعالى كده نركز مع بعض. قال لي الجزء البامبا اللي ملون عندنا على الخريطة دوت فهو دي دول الجناح الآسيوي، بيعيش فيها حوالي 39% من سكان الوطن العربي بس. طب بالنسبة للجناح الإفريقي بيعيش فيها قد إيه؟ دول الجناح الإفريقي بيعيش فيها حوالي 61% من سكان الوطن العربي. وطبعا لو جينا جمعنا 39 على 61 لازم يطلعوا لي 100% اللي هم سكان الوطن العربي. شباب ان انا عندي مناطق يتركز فيها السكان او بيحب يقعد فيها السكان وفي مناطق شبه خالية في الوطن العربي. طيب زي ايه المناطق؟ تعالى ناخد امثلة كده على المناطق اللي بيتركز فيها السكان. اول منطقة بيحب يقعد فيها السكان هي السهول الفيضية. وطالما قلنا يا شباب كلمة فيضية فاحنا بنتكلم على نهر او الاراضي اللي جنب الانهار او المياه العذبة. طب زي ايه عندي في الوطن العربي؟ زي وادي النيل مثلا، زي سهول نهري دجلة والفرات ودول نهرين موجودين في العراق. طب السؤال هنا بما تفسر، هو ليه يتركز السكان في السهول الفيضية أو ليه يتركز السكان في وادي النيل وسهول دجلة والفرات؟ قال لي لتوافر حاجتين، المية العذبة والتربة الخصبة. طالما المية العذبة موجودة في مكان والتربة الخصبة موجودة في مكان لازم يتركز فيها السكان. وده كده شكل تخيلي للسهول الفيضية. طب ايه تاني مكان بيحب يتركز فيه السكان؟ السهول الساحلية. وطالما قلنا مع بعض كلمة سهول ساحلية يبقى على طول دماغك تفكر يا في ساحل بحر يا في ساحل محيط. طب زي ايه عندنا في الوطن العربي؟ سهول البحر الأحمر. قال لي يتركز السكان في سهول البحر المتوسط عشان بسبب المناخ المعتدل ووفرة المطر. يبقى احنا كده اخدنا معلومتين، ان يتركز سكان في السهول الفيضية ويتركزوا كمان في السهول الساحلية، وكل واحدة عندي ليها سبب. ليه بيتركزوا او بما تفسر يتركزوا في السهول الفيضية؟ وفرة مياه عذبة وتربة خصبة. طب بما تفسر يتركزوا في السهول الساحلية مثل سهول البحر المتوسط؟ اقول له اصل البحر المتوسط عنده مناخ معتدل فالناس تحب تتركز هناك، وعنده وفرة امطار فالناس تحب تتركز هناك. وده برضو شكل تخيلي لسهول البحر. تالت منطقة يحب يتركز فيها السكان هي المرتفعات، المناطق المرتفعة. طب تعالى ندي مثال كده عندنا في الوطن العربي مثل مرتفعات لبنان، مرتفعات اليمن. طب ليه؟
بما تفسر يتركز السكان في المرتفعات بصفة عامة؟ أقول له برضو بسبب المناخ المعتدل ووفرة المطر. يبقى أنا عندي في السلايد دي يا شباب حاجتين متشابهين، يتركز السكان في السهول الساحلية وكمان يتركزوا في المرتفعات، والاتنين لنفس السبب، المناخ المعتدل ووفرة الأمطار. وده شكل تخيلي للمرتفعات. طيب رابع حاجة يحب يتركز فيها أو المناطق اللي بيتركز فيها السكان هي مناطق التعدين والصناعة. أي منطقة نستخرج منها بترول، غاز، فحم، أي حاجة بنستخرجها من باطن الأرض تلاقي السكان يحب يتركزوا فيها. أي منطقة فيها صناعة ومصانع كتيرة السكان يحب يتركزوا فيها. طب زي إيه في الوطن العربي؟ زي مثلا سواحل الخليج العربي وسواحل البحر الأحمر. ليه؟ عشان ده بيوفر فرص عمل لناس كتير تشتغل يا في التعدين يا في الصناعة. يبقى أنا كده يا شباب عندي 4 مناطق بيتركز فيها السكان في السلايد دي، اللي هي السهول الفيضية، السهول الساحلية، المرتفعات، ومناطق التعدين والصناعة. السكان تعالى ناخد مع بعض مناطق يقل بها السكان. أول منطقة السكان ما يحبوش قوي إن هم يقعدوا فيها هي المناطق الصحراوية والجبلية. أي منطقة في الوطن العربي فيها صحراء وفيها جبل هتلاقي يقل فيها السكان، باستثناء طبعا المرتفعات اللي احنا قلناها زي مرتفعات لبنان ومرتفعات اليمن. طب بما تفسر ليه بيقل السكان في الصحراء أو في الجبال؟ أقول له بسبب ندرة المية هناك مش كتير قوي فالسكان ما يحبوش يقعدوا، أو إن الظروف المناخية هناك صعبة وقاسية شوية، وقلة كمان الموارد وقلة الخدمات. زي مثلا صحراء الربع الخالي، ودي موجودة عندي على الخريطة وأوريها لك، ودي في الجناح الآسيوي، دي يقل بها السكان. زي مثلا الصحراء الكبرى اللي موجودة في الجناح الأفريقي، دي يقل بها السكان. طيب تعالى ناخد مع بعض كده حقيقة تاريخية. بيقول لي إيه؟ عاش البدو الرحل، واحنا مسمينهم رحل لأن هم بيتنقلوا من مكان لمكان وملهمش مكان ثابت. عاش البدو الرحل عبر التاريخ، يعني أثناء التاريخ، في المناطق الصحراوية. طب دي مناطق يقل فيها السكان المفروض. طب بيعتمدوا على إيه؟ بيعتمدوا على الرعي، إن هم يرعوا الحيوانات بتاعتهم ويتنقلوا من مكان لآخر بحثا عن الماء. جزئية في الدرس يا شباب هنتكلم مع بعض على خصائص السكان، يعني ايه اللي بيميز السكان بتوع الوطن العربي. خصائص السكان في الوطن العربي قسمناها ل4 حاجات. هنتكلم مع بعض عن التركيب العمري، ودي باينة من اسمها جدا، عمري جاية من كلمة العمر، فاحنا بنتكلم عن السنين. الواحد بيحب يعيش من سنة كذا لسنة كذا، في أطفال أكتر ولا في شباب أكتر ولا في العواجيز أكتر اللي هم الأجداد، هنشوف مع بعض. تاني حاجة من خصائص السكان في الوطن العربي هي التركيب النوعي، ودي بتتقسم لحاجتين، ذكر وأنثى. تالت حاجة هنتكلم عليها هي الخصائص التعليمية. هل بنحب يكون سكان الوطن العربي متعلمين أكتر، ويعني عدد المتعلمين فينا أكتر، ولا عدد الناس اللي ما بتعرفش تقرأ وتكتب أكتر؟ رابع حاجة هنتكلم عليها هي الخصائص الصحية. هل متوفر عندنا دكاترة ومستشفيات بنسبة كبيرة، ولا الوطن العربي ما عندوش؟ فال4 خصائص دول هنتكلم عليهم في الدرس إن شاء الله، اللي هم التركيب العمري، النوعي، الخصائص التعليمية، والخصائص الصحية. أول حاجة هنبتدي بيها هي التركيب العمري. أول فئة إحنا قسمنا الأعمار على حسب، أول فئة سميناها فئة صغار السن، ودول اللي أقل من 15 سنة، يعني من أول ما يتولد لحد ما يكون عنده 15 سنة دول يقعوا تحت فئة صغار السن. تاني فئة هنتكلم عليها هي فئة قوة العمل، وباينة من اسمها قوة العمل، يعني دي الفئة اللي بتشتغل من 15 سنة لحد ال 64 سنة أو عام، وهي الفئة الأكبر، يعني نسبتهم كبيرة، اللي بتحقق لنا التنمية والتقدم في المجتمع. تالت فئة هي فئة كبار السن اللي هم أجدادنا، أكتر من 64 سنة، ودي النسبة الأقل. يبقى تم تقسيم التركيب العمري في سكان الوطن العربي إلى 3 فئات: صغار سن، قوة العمل، وكبار السن. طيب تعالى كده نلاحظ حاجة مهمة. بيقول لي معظم سكان الوطن العربي، يركز معايا كده في كلمة معظم سكان الوطن العربي من فئة الشباب، اللي هي أنهي يعني؟ اللي هي من 15 ل 64 عام، يعني فئة قوة العمل أو سن العمل. طب وصغار السن والفئة الأقل من كبار السن، إيه النتيجة على كده؟
النتيجة لما تكون النسبة الكبيرة جدا في الوطن العربي هي فئة الشباب أو فئة سن العمل، النتيجة إن كده هنساهم في توفير قوة عمل كبيرة ممكن إن هي تزود لنا التنمية والتقدم في المجتمع. تاني حاجة من ضمن الخصائص هنتكلم عليها هي التركيب النوعي، اللي هي زي ما قلنا قبل كده بتنقسم إلى حاجتين، ذكور وإناث. نسبة الذكور عندنا في الوطن العربي 51.4% من السكان. طب نسبة الإناث اللي هم البنات 48.6%. باين كده من خلال النسب إن الذكور هم الأعلى من ناحية النسب. طب تعالى نلاحظ مع بعض ارتفاع نسبة الذكور في دول الخليج، اللي هي زي ما قلنا مثال عليها من شوية السعودية، قطر، عمان، الإمارات، البحرين، الكويت. الدول دي ايه اللي نسبة بتزيد فيها أكتر، الذكور ولا الإناث؟ قلت له الذكور طبعا. طب ليه؟ بما تفسر؟ قلت له عشان بيهاجروا لها عشان يشتغلوا في فرص العمل. فمين أكتر ناس هتهاجر، الذكور ولا الإناث عشان تشتغل؟ فطبعا الذكور. فبالتالي ترتفع نسبة الذكور في دول الخليج بما تفسر بسبب العمالة الوافدة، يعني الناس اللي عايزة تشتغل. طيب تعالى نتكلم عن حاجة بقى اسمها الهرم السكاني. ده عبارة عن شكل بياني كده بيمثل لنا توزيع السكان حسب العمر بتاعهم، حسب النوع بتاعهم، برضو في فترة زمنية محددة. تالت خاصية هنتكلم عليها يا شباب هي الخصائص التعليمية. بترتفع نسبة التعليم في دولة زي دول ايه؟ اقول له مثلا الاردن نسبة التعليم فيها مرتفعة، مصر اللي هي دولتنا الحبيبة نسبة التعليم فيها مرتفعة، الامارات نسبة التعليم فيها مرتفعة. ولكن في بعض الدول برضو في الوطن العربي تنخفض فيها نسبة التعليم زي دولة الصومال. فبيجي سؤال يقول لي ايه؟ يرتفع معدل الأمية في بعض الدول بما تفسر ليه؟ قل له بسبب الفقر، ممكن تكون الدولة عندها فقر، عندها حروب، عندها مجاعات، عندها صراعات، فبالتالي الشعب مش فاضي أو مش عنده الوقت إن هو يتعلم بسبب مثلا هو فقير، بسبب إن عنده حروب، بسبب إن عنده مجاعات زي دولة الصومال مثلا. طيب تعالى كده نلخص مع بعض كلمة الأمية بطريقة بسيطة جدا. الأمية إن الشخص يكون ما عندوش القدر الكافي من القراءة وما عندوش القدر الكافي من الكتابة. رابع حاجة هنتكلم عليها في الخصائص هي الخصائص الصحية. بيقل عدد الوفيات ويرتفع متوسط العمر في بعض الدول العربية زي مثلا مصر، زي الإمارات، زي السعودية. طب يا ترى ليه؟ ليه بيقل عدد الوفيات في الدول ديت؟ أو ليه بيرتفع متوسط العمر، الواحد ممكن يعيش أكتر؟ قلت له بسبب تقدم الخدمات الصحية. طيب ومع ذلك بنلاقي بعض الدول بيزيد فيها عدد الوفيات وبيقل فيها متوسط العمر، زي مثلا دولة السودان أو دولة الصومال، أكيد عندهم أسبابهم. قلت له بالظبط بسبب ضعف الرعاية الصحية. ضعف الرعاية الصحية. طيب رابع حاجة هنتكلم عليها هي التحديات السكانية. تواجه دول الوطن العربي تحديات مثل أو صعوبات أو مشكلات زي مثلا البطالة بسبب زيادة الشباب وقلة فرص العمل. ان انا عندي قلت لك اكبر نسبة عندي في الوطن العربي مش صغار السن ومش كبار السن، هي فئة العمل، هي فئة ان الشخص يكون في سن العمل. فانا عندي شباب كتير جدا في الوطن العربي ولكن ما عنديش فرص عمل كتيرة، فبتظهر عندي مشكلة البطالة. البطالة يعني ان انت تكون شخص في سن العمل قادر على العمل ولكن انت مش لاقي شغل تشتغل. تاني تحدي سكاني بيقابل الوطن العربي هو نقص الغذاء. الغذاء مش مكفينا وذلك بسبب زيادة الاستهلاك فيه. ثالث مشكلة هي تأثير الحروب أدت إلى ضعف الأمن الغذائي والمائي على الوطن العربي. رابع مشكلة هي الضغط على الخدمات، زي مثلا بنضغط على التعليم لأن عدد سكاننا بيكون أكتر، بنضغط على الصحة لأن عدد سكاننا بيكون أكتر، وبترتفع عندنا نسبة الأمية لأكتر من سبب زي ما ذكرنا قبل كده. كل هذه التحديات تجعل من الضروري أن تضع الدول العربية خططا فعالة عشان تواجهها وتتخلص من نتائجها السلبية. هناخد مع بعض كده حقيقة تاريخية. بيقول لي أدت الحروب والصراعات بالمنطقة العربية في القرن الماضي، القرن ده اللي هو 100 سنة اللي فاتوا، إلى عدم قدرة الدول العربية على تحقيق أمنها الغذائي.
قيم نتعلمها. التخطيط الجيد، لو خططنا جيدا للمستقبل هيساعد ذلك على مواجهة الزيادة السكانية. طيب عايزين نلاحظ مع بعض، بيقول لي إن أي سلوك هتقوم بيه ولو صغير هيأثر على مستقبلك أنت، وكمان هيأثر على مستقبل بلدك اللي أنت عايش فيها اللي هي مصر. زي مثلا يعني ماذا لو قمت بالاهتمام بصحتك ومارست الرياضة؟ سأقلل تكاليف الرعاية الصحية على الدولة. شفت ازاي بيأثر على الدولة؟ ولم أصب بأمراض خطيرة ومزمنة، يبقى ده كمان بيأثر على نفسك انت. وهتزود من نشاطك وقدرتك على المذاكرة، وهتكون قادر على تحمل المسؤوليات، وهتكون قادر على خدمة المجتمع وتطويره. آخر حاجة، سنتقدم مجتمعيا وتصبح مصر. انتهينا من الدرس الأول، السكان في وطننا العربي، وإن شاء الله نلتقيكم في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله.